اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بينا النهارده نعمل وصفة النهارده باذن الله، اللي هي سندوتشات الشاورما. هنعملها على التوستر وهيطلع شكلها زي ما انتم شايفين كده، زي السندوتشات الجاهزة بالظبط بتاعة المطاعم، ويمكن احلى كمان. وخصوصا ان العيش انا اللي عاملاه في البيت، بعمله مخصوص لما بحب اعمل السندوتشات دي. شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي؟ زي سندوتشات المطاعم بالظبط، ويمكن احلى كمان. حاجة انت عاملاها في البيت نظيفة مضمونة، وكمان مش مكلفة زي المطاعم بره. الساندوتش في المطعم بالشيء الفلاني بره، لكن عندنا هنا في البيت هنعمله ومش هيكلفنا كتير، وفي نفس الوقت هيدينا نتيجة في منتهى الجمال. يلا مع بعض نبدأ ونشوف. اول حاجة عندي هنا فراخ بانيه متقطعة حتت رفيعة زي ما انتم شايفين كده. عندي هنا بصل متقطع جوليان مع توم برضو، 3-4 فصوص توم مقطعين قطع مش مهروسين. عندي كمان جبنة موزاريلا. عندي فلفل رومي مع حتة صغيرة كده حامي. عندي اتنين بس، واحدة طماطم متقطعة قطع بدون المية والبذر. شوية بقدونس، وده الفينو اللي انا قلت لكم عاملاه في البيت عندي مخصوص للسندوتشات دي. يلا مع بعض نبدأ ونشوف. اول حاجة هنعمل الشاورما. اول حاجة هنحط طاسة كده على البوتاجاز على النار، فيها شوية زيت. اول ما الزيت يسخن هنزل بقى بشرايح الفراخ اللي انا مقطعاها دي، متقطعة سلايس كده خفيفة. هنقلب بقى كده تقليبا لغاية لما الفراخ تاخد صدمة وتبدأ تنزل المية بتاعتها. وبعد كده اول ما تتشرب المية دي خالص، هنبدأ بقى ننزل عليها بالبصل مع بعض، وهنشوف كده خطوة بخطوة. كده خلاص المية بتاعتها اتنشفت اهي. هنبدأ ننزل بالبصل والثوم عندي، وتقليبة كده لغاية لما نسيب الفراخ مع البصل يتبلوا، وفي نفس الوقت يعني تاخد لون كده، يعني تبدأ تحمر خفيف كده. بننزل حاجة الشاورما يعني حاجة ورا حاجة، مش بننزلها كلها مرة واحدة. يعني دلوقتي هنبدأ كمان ننزل الفلفل. الأول نزلنا البصل على الفراخ، يعني أول حاجة خالص الفراخ زي ما انتوا شفتوا، وبعدين عليها بعد كده البصل، وبعد شوية نزلنا الفلفل. بعد كده هنبدأ نحط التوابل بتاعتنا. هنحط جوز الطيب رشة كده من جوز الطيب، مش هنكتر برضو عشان ممكن تمرر لو كترناها. بعد كده بنحط الملح والفلفل بتاعنا، فلفل اسود مع شوية كبابة صيني. لو حابين تزودوا اي نوع من التوابل مع الفراخ مع الشاورما، لو عندكم بهارات شاورما اوكي ماشي، لو شوية قرفة برضو ما فيش مشكلة. بعد كده بنزل هنا بالطماطم. دول حبايتين طماطم، لو طماطم كبيرة هتحطوا حباية واحدة بس. دول حبايتين طماطم وسط يعني. اخر حاجة خالص بحط بقى البقدونس. الطماطم لما حطيت الطماطم مش هخليها كتير، يعني هو يدوب 5 دقايق بس، وبعدين هنزل بالبقدونس. بعد البقدونس على طول هحط بس رشة خل كده وهطفي على طول. هتكون طبعا الفراخ استوت معايا وكل حاجة هتبقى مستوية معايا، فمش هحتاج ان انا اسيبها على النار كتير. كده خلاص الحاجة كلها استوت عندي. هطفي بقى وهننقل بقى نروح هنعمل ايه السندوتشات بتاعتنا. السندوتشات اللذيذ ده طعمة مش قادرة اقول لكم. بصوا انا عاملة بقى هنا العيش بتاعي بعمله عالي شوية، عشان عاملة حساب انه هيتحط في التوستر، فنضغط عليه كده ضغطة خفيفة، فبيبقى طبعا الحجم بتاعه بيبقى شوية مضغوط، يعني مش هيبقى عالي بنفس الارتفاع دوت. انا عاملة فيديو مخصوص للعيش دوت، ان شاء الله هنزله لكم برضو قريب. هتشوفوه هيعجبكم جدا. هو عيش فينو عادي، بس انا بعمله زي ما انتم شايفين كده سميك شوية او عالي شوية، علشان مخصوص بعمله للسندوتشات اللي على التوستر. بنبدأ بقى هنا نحط الحشوة بتاعتنا.
زي ما انتم شايفين كده. بجيب طبق كده عشان اخد راحتي برضو وانا بعمل السندوتشات ديت. بعد كده بنزل بقى بالمايونيز، بعد كده الكاتشب، اخر حاجة الجبنة الموزاريلا، وهرش رشة كاتشب تاني، واقفل بقى السندوتش بتاعي واجيب التوستر. هكون مسخناه طبعا الاول شوية، بحط طبعا الفيشة بتاعته واشغله شوية، يبقى مثلا دقيقة كده بس مش اكتر. وبعدين ببدأ بقى احط السندوتش بتاعي. طبعا انا براعي حجم السندوتش بيبقى على قد المقاس التوستر اللي عندي. يعني انا عامله رغيف كامل عادي خالص، بس قطعاه بقى من ناحيتين، بحيث انه الجزء اللي انا سايباه ده هو مقاس التوستر بالظبط. طبعا لو عاوزين تعملوا احجام مختلفة دي يعني ممكن تعملوها ببساطة جدا. انتوا هتعملوا مثلا نص الحجم دوت او اصغر شوية من الحجم ده زي ما انتوا حابين يعني. هنعمل كمان واحد تاني قدامكم اهو. بنحط بقى الشاورما كده في الساندوتش زي ما انتوا شايفين. انا هنا حطيت رشة مايونيز الاول. انا الحقيقة اكتفيت بالمايونيز والكاتشب، لكن في اكيد صوصات كتير قوي وانواع كتير لو حابين تستخدموها ما فيش مشكلة خالص، يعني ممكن تستخدموا اي صوص انتوا حابينه. رشة بقى الجبنة، برضو الجبنة انتوا ممكن يعني لو مش حابين موزاريلا ممكن برضو تحطوا اي نوع انتوا عاوزينه، اذا كان شيدر، اذا كان جبنة رومي، اي نوع انتوا حابين تستخدموه في ساندويتش. كده خلاص انا حطيته هو بياخد بس دقيقة مش اكتر، يعني لغاية لما اللمبة بتاعته بس بتنور كده بيبقى كده خلاص هو اخد اللون بتاعه. وكمان بيبقى بيسخن جدا، يعني بتنزله سندوتش بيبقى سخن جدا من على التوستر. وده شكله، واقول لكم بألف هنا وشفا، ويا ريت تجربوه هيعجبكم، مش هتبطلوا تعملوه ابدا. بجد سندوتشات لذيذة جدا جدا زي المطاعم ويمكن احلى كمان. يعني انا اكلتها في مطاعم بره، اللي عملته في البيت ما يفرقش عنه خالص نهائي. بالعكس دي حاجة انا عاملاها بايدي بقى، حاجة نظيفة جميلة، حشوة كويسة جدا واخد حقه طبعا في الحشوة كتير. وممكن تعملوا بأي نوع حشوات تانية غير الشاورما. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونتقابل على خير بإذن الله قريب في فيديو جديد ووصفة جديدة.